سلام، عاملين ايه؟ دلوقتي احنا وصلنا لاخر حكاية من حكايات مهرجان الكرازة، وهي حكاية ماري مرقس الرسول. ونلاقي حكايته موجودة في سنكسار يوم 30 برمودا. ماري مرقس كان عايش مع باباه ومامته مريم في بلد اسمها القيروان. وفي يوم جه أعداء، والأعداء دول ناس مش كويسين، وهجموا على بلدهم وسرقوهم. وعلشان كده كان لازم يسيبوا القيروان ويسافروا كلهم لبلد تانية يعيشوا فيها. وفعلا سافروا بلد اسمها فلسطين، لأن عيلتهم وقرايبهم كانوا عايشين في فلسطين، فراحوا علشان يعيشوا معاهم. وهناك ماري مرقس شاف الرب يسوع وآمن بيه، وبعدها اختاروا ربنا يسوع علشان يكون واحد من ال70 رسول. وكمان مريم أم ماري مرقس آمنت بالرب يسوع، وكانت من المريمات اللي بيتبعوا الرب يسوع وبيسمعوا كلامه ويخدموه. أما أبو ماري مرقس فآمن بالرب يسوع عن طريق ماري مرقس نفسه. وبيت القديسة مريم أم ماري مرقس ما كانش زي أي بيت، لأن بيتهم كان دايما بيستقبل الرب يسوع هو وتلاميذه. وكان الرب يسوع بيعلم تلاميذه بكلامه الحلو في بيت مريم أم ماري مرقس. وكمان في بيتهم ربنا يسوع أسس سر التناول. وعلشان كده بيت القديسة مريم أم القديس ماري مرقس بنسميه أول كنيسة، وده لأن ربنا يسوع عمل فيه بنفسه سر التناول لأول مرة مع تلاميذه. يبقى احنا كده عرفنا ان ماري مرقس استلم الإيمان من ربنا يسوع نفسه. وكمان ماري مرقس هو أول قديس بشر بالإيمان في أرضنا مصر، وأول مكان راحه هي مدينة الأسكندرية، ومشي في كل شوارعها يكلم الناس عن ربنا يسوع ويعرفهم إنه بيحبهم وجه علشانهم وفداهم. ومن كتر مشي ماري مرقس على رجليه في شوارع اسكندرية الصندل بتاعه اتقطع، فراح عند واحد اسمه إنيانوس بيشتغل إسكافي، والإسكافي ده هو اللي بيصلح الجزم والصنادل المقطوعة، وكان راجل وثني وما يعرفش ربنا يسوع. ودخل ماري مرقس عند إنيانوس وطلب منه يخيط له الصندل بتاعه، وابتدى إنيانوس يخيط صندل ماري مرقس بالمخراز اللي هي إبرة كبيرة. وفجأة وهو بيخيط المخراز دخل في صباعه وعوره، فصرخ إنيانوس من الألم والوجع وقال: يا الله الواحد! فبسرعة القديس ماري مرقس صلى لربنا علشان صباع إنيانوس يخف ويرجع سليم. وفعلا ربنا سمع صلاة ماري مرقس، وصباع إنيانوس خف ورجع سليم زي ما كان. ولما إنيانوس حصل معاه كده استغرب جدا إن اسم ربنا يسوع اللي قاله ماري مرقس شفى صباعه. ووقتها القديس ماري مرقس سأل إنيانوس وقال له: انت تعرف مين هو الإله الواحد اللي لما اتجرحت في صباعك صرخت وناديت عليه؟ فرد إنيانوس عليه وقال له: لا، معرفش مين هو. ومن هنا بدأ القديس ماري مرقس يكلم إنيانوس عن الإله الواحد اللي هو ربنا يسوع المسيح، اللي ساب سماه ونزل على الأرض علشان بيحب كل الناس. ولما سمع إنيانوس كلام القديس ماري مرقس عن الرب يسوع فرح خالص، وكمان عزمه إنه يروح معاه في بيته. وهناك كمل ماري مرقس كلامه عن الرب يسوع، فآمن إنيانوس وكل بيته بالرب يسوع. وبعدها ماري مرقس عمتهم كلهم، وبكده يكون إنيانوس وأهل بيته أول عيلة في مصر أمنوا بالرب يسوع. وبعد كده عدد الناس اللي أمنوا بالرب يسوع في اسكندرية بدأ يزيد، وده خلى إنيانوس يفتح بيته للقديس ماري مرقس علشان يعلم فيه تعاليم الرب يسوع لكل الناس اللي أمنوا. وفضل عدد المسيحيين يزيد ويكتر يوم بعد يوم. ولما كان القديس ماري مرقس عايز يسافر من اسكندرية ويروح مكان تاني يبشر فيه بالإيمان المسيحي، كان لازم يسيب حد من بعده في اسكندرية يفضل يعلم الناس ويكلمهم عن ربنا يسوع. وعلشان كده القديس ماري مرقس رسم إنيانوس أسقف، وبقى بيت القديس إنيانوس كنيسة. وفضل القديس إنيانوس يوصل تعاليم الرب يسوع لكل الناس زي ما اتعلم من ماري مرقس بالظبط. وطبعا بسبب اللي عمله القديس ماري مرقس وأمانة القديس إنيانوس
استمرت الكنيسة قوية في مصر لغاية دلوقتي. وبكده القديس ماري مرقس كان هو أول بطريرك، يعني أول بابا، والقديس إنيانوس تاني بابا. وفضلت الكنيسة بقوة ربنا وبأمانة كل أولادها تسلم اللي اتعلمته من الرب يسوع لكل واحد، لغاية لما وصلنا للبابا شنودة الثالث اللي أسس لنا مهرجان الكرازة المرقسية. واللي جه بعده معانا دلوقتي وبيرعى المهرجان هو البابا تودروس الثاني، البطريرك رقم 118. وبكده تكون الكنيسة بتنفذ الآية اللي بتقول: وتحفظون التعاليم كما سلمتها إليكم، كورنثوس الأولى 11:2. وهتفضل الكنيسة بأمانة أولادها على طول محافظة وثابتة على كل اللي اتعلمته، زي الآية اللي حفظناها قبل كده بتعلمنا وتقول: اثبت على ما تعلمت. تيموساوس الثانية 3:14. باي باي.